السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا دلوقتي كوليكشن الشنط المصري بتاع عيد الام بس بدأ بقى يخلص منه كتير جدا. هبدأ معاكم دلوقتي بالشنطة البرادة الصغيرة دي كروش. شكلها حلو قوي، يعني انا شايفة لو كانوا حطوا هنا جس كانت هتليق اكتر. تمام، نبدأ كده فيها. بصوا اولا شكلها من فوق، بصوا التقسيمة، سوسته هنا وهنا وهنا. شكلها من جوه بطانتها حلوة قوي، مش اللي هي بتتقطع. تمام، بصوا بقى فكرة التقفيل من جوه عاملة ازاي. شايفين؟ وحاطين لك هنا برادة عشان تبقى ايه، نفس شكل الشنط المستوردة بالظبط، وانتي بتفتحي الشنطة تكوني مرتاحة. في هنا ايه، سوستة واحدة، مساحتها لطيفة. بس يعني لما بتحط حاجات خفيفة كده احسن من حاجات مكورة، حاجات زي ايه، في رفع الموبايل، المحافظ الرفيعة، لان الشنطة تبقى محافظة على شكلها كده احلى بكتير. بس يبقى عندنا كده 3 اماكن. الرصاصات ده شكلها من قدام ومن ورا بس، والكروشيه من هنا بيطول ويقصر، وده شكلها. بص بقى الشنطة اللي بالنسبة لي ترند بقى، التقفيل بتاعها فظيع. الشنطة دي بلغاري. الشنطة دي الهاي كوبي بتاعها او السيم بيبدأ من 700 لطالع، ده اقل حاجة. فظيعة والوانها كلها فظيعة، كل حاجة فيها تحفة. تمام، ده شكلها. الخامة بتاعتها برضو جلد، بس زي ما قلت لكم تحسوا ان هي ايه، متبطنة شوية. تمام، هنشوف تفاصيل كل حاجة. تمام، هي لو هتتلبس كروش هتتلبس بنفس السلسلة. تمام، او هتتلبس كده كتف. ماشي، بص بقى هنا برضو شكلها. نبدأ نشوف التفاصيل من جوه. كده واضحة شوية، ما فيهاش اي حاجة خالص. نشوف التانية. في سوستة واحدة بس ايه جوه، ما فيهاش جيوب، ما فيهاش اي حاجة. ده شكلها الاجمالي. بجد خامتها محترمة قوي وشيك قوي. الشنطة مش باين عليها خالص ان هي مصري، ممكن تبان ان هي مستورد لكن مش باين خالص ان هي مصري. عجبتني الصراحة. دي هوريكم الوانها كلها، الواناتها بالذات الاخضر. ثانية، ده اللون الروز، اللون البيج، اللون الاسود متعلق برانه. الشنطة دي كلاسيك اكتر ما منها هي كاجوال. اللون ده هي في الحقيقة اغمق، يعني الاضاءة مفتحها شوية لكن هي في الحقيقة اغمق، جميلة قوي. شايفين كده ساعات بتضلم كده، بجد اللون ده يعني طلع حلو قوي، يعني في التصوير مش بالجمال ده صراحة. تمام، كده خلصنا الموديل ده. معايا حاجات كتيرة جدا. بصوا بقى دي شنطة مصري، نو براند. ماشي، خامات مستوردة عادية جدا. اللي هي ايه كلمة مستوردة، لخامات مستوردة دي اللي هي مش تأييد البراند زي ما احنا اتفقنا، تبقى حاجة صوصات كويسة وسهل لو جرالها حاجة نقدر نغيرها من اي حد هنا. الشنطة دي مش قطعة واحدة، هما 3 ولا 4. ده البورتوفيه، دي الشنطة الكروش. انا فاكرة ان هما كانوا 4 مش 3، يبقى 3.
تمام. دي الشنطه الكروس مليانه بس الورق، مش عايزه افتحها الصراحه. تمام. دي شنطه كروس، وده البورتوفيه بقيه القطع صغيره اهي للكوينز او ايه الكروت. استنوا هقول لكم دي ايه، غالبا للكروت يا جماعه. تمام. يعني دي الكروت وللفلوس، ودي الشنطه الكروس، ودي الشنطه الاساسيه. فكره حلوه قوي شكلها من جوه. البطانه دي يا جماعه جميله قوي. تمام. بالنسبه للنو براند الخامه دي حلوه ما تتقطعش بسرعه. وهنا في سوسته واحده وسوسته هنا من ورا، حجمها صغير كده يعني كوينز بس ما ينفعش حتى اي حاجه، بس كده زي الفل. ماشي. والايد الكروس بتاعتها اهي مفيهاش تفاصيل كتير. استنوا بقى شوف دي ايه. جيب، وده جيب. طبعا الافضل ان احنا منستخدمهوش طالما شكل، بس انا كنت بفتحها اشوف بنكبر الشنطه بيها ولا لا، بس هي ملهاش اي استخدام، بطانه بس. الحاجه ترجع زي ما كانت. لسه في حاجات حلوه قوي. تمام. بصوا بقى، فاكرين الشنطه دي لما صورتها لكم لما كانت على الجينز؟ تمام. وقلت لكم في منها خامه تانية على على جلد. تمام. هي دي طبعا اللون الابيض تألق، يعني احنا داخلين على صيف. نفس التفاصيل هي مفيهاش اختلاف، بس دي جلد. لما بقى حاجه تتوسخ في الابيض او الشنطه تبقى مش نظيفه بنمسحها بالوايبس. يعني الاول الوايبس، واي يعني يا وايبس يا اما كحول، بس افضل حاجه ان احنا ما نرشش على الشنطه على طول. يعني نرش الاول في قماشه، بلاش منديل عشان ما يفرولش. قماشه تكون بيضه نرش فيها وبعد كده نمسح ان شاء الله تنضف. الدراع الكروس بتاعها اهو. تمام. لوي فيتون زي الايد الاساسيه. عندي حفله ورق، اوحش حاجه الواحد يلم الكركبه بعد الايه التصوير. بصوا بقى الجمال من جوه، نفس التفاصيل. بصوا البطانه من جوه. الشنط دي حلوه يعني، يعني متكلفه زي ما بيقولوا، ما بتتقطعش بسرعه، يعني لطيفه. يعني في كانت ناس تسالني يعني كانت بتتنتش، اعتقد ان هي مش سهل ان هي تتنتش. شكلها جميل قوي، الواناتها كلها. وفي زيتي بقى، يعني لازم تشوفوا الزيتي لما تجيلي في مره هصورها لكم. بصوا بقى القمر دي بقى، انا صورت لكم الكروش الصغيره قوي، ده المقاس الاكبر بقى بتاعتي. دي الشنطه جس. تمام. بالظبط عامله تفاصيل الاوريجينال، يعني تسلم ايده بصراحه جدا. تمام. الاكسسوارز بتاعتها اهي، تفاصيلها اهي، الواناتها كلها تحفه تحفه. تمام. شايفين السوسته على حرف الجي. تمام. بصوا بقى من هنا للبطانه اسم جس، شايفين هنا اهو. نشوفها من جوه بقى، تقسيمتها من جوه عامله ازاي. بصوا من هنا وبصوا التفاصيل. اجيب من هنا، ده اجيب اجيب لسه بجد شنطه شيك قوي، ومناسبه للبنات ومناسبه للامهات، لا كبيره ولا صغيره، ولطيفه قوي. والايد الكروش بتاعتها اهي. تمام. مش هطول اكتر من كده، لا معايا حاجات حلوه. بصوا بقى القمر في الفيديو. بجد متألقين السنه دي في الجاس والكلب. عايزه اقول لكم على حاجه، الشنط بتبقى عامله ازاي. يعني انت لو لابسه طقم حلو قوي
من مكان معين. يعني مثلا هتكلم مثلا عشان انا يعني بلبس اي عبايات او تونيكات معينه طويله وبتاع، لو انا لابساهم كلهم من براند معين او من مكان معين لطيف، او ظبطت الالوان بالشوز بتاعتي او بالكوتشي بتاعي، وباين ان انا لابسه كله، لو لبست الشنطه كمان مصري مع كل التجميعه دي، بتبان ان هي اصلي او هاي كوبي عالي. ما مش ما بتبقاش، ما حدش بيتخيل ان هي مصري. يعني انا خدت بالي من ناس كتيره جدا، بس انا مثلا بلقط بعرف الشنطه بس بشوف الهيئه، لا بقول مش ممكن مثلا ان الشنطه دي تكون جايباها اللي هي المصري، بس بتبقى جميله، محدش بيعرف يفرقها ابدا. تمام. حاجه بقى يمكن انا بقول في اعتقادي انا، يعني لما بتظبطوا القصه كلها على بعض ما بتبانش ان الشنطه مصري من هي اصلي، ما بتبانش لو بس خدتي كده نفس التفاصيل كلها. تمام. شكلها من جوه البطانه اهي بالظبط، شايفين السوسته من فوق وجيب. تمام. بصوا بقى القمر بقى، بصوا استعيب بقى الحاجات دي، ان لو حصل لها حاجه لا قدر الله مش سهل تلاقيها في اي حته، يعني مش هتعرفي تجيبي السوسته المختومه دي، مش سهله يعني. بس خامتها يا جماعه جميله بجد، زي هي يعني هي نفس النعومه، هي اللي هي عارفين بالظبط. وهنا الجلد الناعم، وهنا جيب لطيف ينفع تحط فيه اي حاجه، وهنا كمان. وده شكلها كده من قدام، ملهاش ايد كروش، ده شكلها النهائي. جميله جميله جميله. دي انا صورت لكم اول ما بدات خالص، صورت لكم اللون اوف وايت وقلت لكم اللون البني ده عليه اقبال رهيب، حبيت اوريه لكم برضه، مش لازم نشوف التفاصيل، او هوريها لكم كده ايه بسرعه تاني. ده شكلها. يلا بينا. القمر دي كان عندي الاسود وايه صورت قبل كده. ده يعني هو مش عارفين نوع البراند ايه، يا بوتينجا، بس مش عارفه البراند الصراحه الاصلي بتاعه ايه، بس انا شفت المستورد. تمام. وده التقليد ومش عارفه افرق ما بينهم. الخامه بتاعتها زي خامه اللي هي السويتر، ووتر بروف. تمام. في شنط حمرا كده جميله الصراحه، بصوا هي احمر، يعني الفيديو هعطيها على فوشيا لكن هي احمر. تمام. برضو نفس الفكره، هتلبس كروس كده، لونها مبهج. لطيفه قوي بصراحه. ماشي. نبدا بقى. هو ده بقى الميك، بس مش فاقع، لونها حلو. احمر بقى نبيتي اي حاجه، بس شكلها من جوه متقسمه 3، ما فيهاش سوسته من فوق، كليبس بس. تمام. طريه، مش شنطه ناشفه. تمام. بس مفيش اي حاجه خالص. احنا اتفقنا لما بتبقى براند بيحطوا بقى البطانه نفس الفكره بتاع. وجيب هنا لطيف، والشنطه قمر الصراحه. بس كده فاضل معايا اخر شنطه ان شاء الله. انا مش عارفه طولت عليك ولا لا، بس انا معايا شنط الصراحه المره دي حلوه قوي، وهحضر لكم بقى ايه الشنط المستورده الفيديو الجاي. دي شنطه الجس، برضو الواناتها كلها حلوه، دي كلاسيك قوي بقى بالنسبه لي، بس لطيفه جدا لهديه عيد الام. تمام. برضو الاكسسوارز بتاعتها باينه اهي، شايفين القمر والجمال. يلا بينا. بس هنا مش عاملين السوسته على حرف الجيم، وحضرتها بالتسنوي. تمام. برضو البطانه مش عارفه واضحه، لا مش باينه اهي، باينه من فوق اهي جس. تمام. التفاصيل دي بالنسبه للناس مهمه جدا، وخصوصا الناس اللي بتلبس اوريجينال وبتبقى عايزه حاجه سعرها مناسب تهلكها، علشان ما تبقاش بتنزل مثلا بشنط مثلا ب2000 او 3 الشغل لازم كل تصوير لازم الفيديو يقف، معلش الاذان بس. فبيشتروا الشنط دي فتكون مطابقه للمواصفات برضو الى حد ما، بحيث يبقوا ماشيين بيها، جرالها اي حاجه
مش هيبقوا متضايقين صراحه، ومش يعني صعب ان احنا نفرقها ابدا. وبكده اكون خلصت الشنط اللي معايا، واشوفكم الفيديو اللي جاي مع شنطه مهدره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.